اهلا وسهلا كبيدات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىتكم بخير وعلى خير. كي غاديين مع صيامكم؟ كلشي هو هذاك. المهم جيتكم فيديو جديد. غبرت عليكم هاد اليومين صراحه، كنت عيانه شويه، ضربني البرد راه باين غير من صوتي. المهم رجعت ليكم ورجعت بداكشي اللي وجدت الفطوري غنشاركو معاكم. المهم بديت هنا بالمعينات، شي معينات صراحه بقاو الفطور من السحور البارح. غسلت معينات الفطور ومسحتهم ورديتهم بلاصتهم. هادو معينات كانوا بقاو ليا من السحور صافي، ما قديش نورمالمون ما كنخليش حتى عند السحور، كنغسلهم كنحيدهم عليا. يعني كتصبح الكوزينه نقيه، غير كندخل لها كنبدا نوجد فطوري. ولكن كما قلت لكم امبارح كنت عيانه والله، راه خليت شي معينات ماشي بزاف، غير خفاف هكا، كويسات والكاس العصير ديالنا وهذه داكشي ديال سحورنا وصافي. المهم غندوزهم من الاولين عاد ندوز نوجد فطوري وهانتوما معايا. واول حاجه غنبدا بها غنوجد الشوربه بالقشيوشات هكا ديال الدجاج ولا بات. صراحه كتجي زوينه. باقا عندي الحريره بقات ليا من البارح. قلت ندير شويه ديال نبدلو هكا شويه. الحريره طلعت لينا في الراس دابا، راه 9 ايام كامله ولا هاد 10 ايام وحنا كنديروا الحريره، وحنا من النوع اللي ما ضروري خاص الحريره تكون في الطابله، ما نقدروش نستغناو عليها. داكشي قلت ندير شوربه نبدلو هكا شويه، اللي بغى الحريره يشربها واللي بغى الشوربه يشربها. انا درت قشيوشات ديال الدجاج كبيدات وكنيزات، درتهم يتسلقوا مع الثومه والحامض وشويه الملحه باش كتحيد منهم داك الزفوريه. صراحه انا ما كيعجبونيش هكاك، ضروري خصني نسلقهم، واخا نشحرهم مزيان ضروري خصني نسلقهم. صافي درتهم كيتسلقوا وصفيتهم وغندير بهم ان شاء الله الشوربه. وفي الكوكوط ديالي هنايا درت البورو. نتوما عارفين الشوربات كيجيو رائعين بالبورو بالضبط، كيجيو احسن من البصله. وهنا الكبيده ديالي والكنيزات كما قلت لكم سلقتهم في الملحه والحامض والثومه، ودابا غنقطعهم ونضيفهم لهاد البصله وغندير لهم العطريه. راكم عارفين مليحه، البزار، شويه الزعفران والربيع قزبر ومعدنوس مع الثومه وشويه تحميره وزويته بلديه الا كانت، ما كانش غير زيت نباتيه. وغنشحر هادشي مزيان وغنضيف له معلقه كبيره ديال مطيشات الحك، ضروريه مطيشات الحك. وخليتهم كيتشحروا مزيان مزيان. من بعد ما تشحروا مرقت الكوكوط ديالي وضفت لي باط هكا. تقدروا ديروا اي نوع بغيتو، تقدروا ديروا الشعريه، تقدروا ديروا محمصه لسان الطير اولا لي باط، اي نوع متواجد عندكم صراحه كيجي زوين. وكنخليوها كنديروا غير شويه د لي باط، يعني ماشي بحال الشكل اللي كنطيبوا لي باط في الايام العاديه، حيت هذه شوربه نورمالمون خصها تجي بحال هكا بحال الشكل ديال الحريره. وخليتها اختارت وعقدت لي هذيك المريقه، يعني كنمرقوا غير القياس، ماشي كنديروش الماء بزاف صافي. وكتجي على هذا الشكل صراحه كتجي فنه فنه رائعه. المهم كنبدلو الروتين ديال رمضان. المهم كان ما كيعجبوش ولادي، انا ما كيعجبهمش الشوربات بالخضره، داكشي علاش قلت نبدل ليهم ندير لهم هكا شويه لي باط مع هاد القشيوشات. صراحه كيجيو فنين، كتجي شوربه غزاله. ودابا غادي نوجد الكريب. الكريب حلوين بالشكلاط والبنان. المهم هنا درت 2 بيضات مع معلقه كبيره ديال الزبده بحراره المطبخ، معلقه كبيره ديال السكر سنيده وساشيه ديال الفاني وواحد القبيصه ديال الملح. صافي غنضرب كل شيء هكا في مولينيكس ولا في هذا الميكسور برا ميكسور. صافي غنضرب كل شيء. الزبده راه واخا كتكون في حراره المطبخ راه كتطحن البنات، ما كنبغيش ندير انا الزبده دايبه، ما كتكون شويه سخونه ولا هذه. قلت صافي نديرها حراره المطبخ راه كتطحن دغيا. صافي وغنبدا نضيف دابا الحليب، نص يطرد الحليب كامل غنضيفوها هكا تدريجيا شويه بشويه، وانا كنخلط كنضرب وانا كنخلط كنخوي هكا الحليب. ومن بعد نبقى نضيف الدقيق فورس. المهم انا ضفت هنايا 2 كيسان ديال الدقيق فورس، وكنضيفو عاود شويه بشويه. نتوما عارفين الكريب راه ما كيبغيش يجي ثقيل، راه ماشي بحال البانكيك. البانكيك راه كيجي الخليط ديالو بحال الكيكه، ولكن لي كريب راهم كيجيو خفافين. المهم غنضيف الطحين فورس، وما كنضيفوش بطبيعه الحال الخمارات، ما كيجيوش نهائيا في لي كريب.
صافي ونخليه يرتاح واحد 5 حتى ل 10 دقائق هكا. غطيته هكا بالغلاقه وخليته كيرتاح. دابا رجعت ليه باش نطيبو. هو ارتاح. ضروري خصنا نخليوه يرتاح، يعني ماشي غير نطحنوه ونبداو نطيبوه. صافي وغنبدا نطيبو في مقيله عندي انا، غنديرو غير صغيور وغتشوفوا معايا الشكل اللي غنديرو به. وانتوما طيبوه بالمقيله اللي عندكم، المهم انها تكون طيفال وتكون ما كتلصقش. صافي كما قلت لكم انا نديرو غير في هذه المقيله الصغيره، حيت بغيت نديرو رولي على شكل سيجار هكا صغارين. داكشي علاش نديروها في مقيله صغيره. مره كنديرو هكا بالكبيره، مره كنبدل شويه الشكل نبدلو الديكور. وصافي كنبقاو نطيبو على جوج جهات، نحمروه. المهم ما نغفلوش عليه حيت دغيا كيتحمر. ها هو الكريب ديالي موجود. انا تقريبا قربت نسالي الكميه اللي عندي ديال العجينه. المهم درتو كما قلت لكم غير صغيور على هذا الشكل في المقيله الصغيره. دابا غادي نبدا نعمر. وجدت هاد الشوكولات الشوكولا، درت فيها شوكولات مربعات وشوكولات ديال الدهن مع واحد نص كاس صغير ديال الحليب. غير نص كاس صغير ديال الحليب ضفتو. وضفت هاد زبده الفول السوداني حتى هي كتعطي المذاق واعر. غير معلقه كبيره هكا ضفتها لهاد الكريمه، كتعطي واحد المذاق زوين وكتعطي تقوليه لهاد الكريمه. المهم هذه باش غندهن الكريب ديالي وغنضيف له حتى البنان. وبهذا الشكل كان دابا الاول كريب درتها مقلوبه نورمالمون كنديرو على الجهه الاخرى الوجه الاخر. صافي وتقدروا ديروا غير الشوكولا الا ما كانش عندكم البنان في ديك الساعه وتروليو هكا على شكل سيجار. صافي وكنحطوا. المهم انا غنشارك معكم هذا الشكل اللي غندير. المهم انا هنا غندير البنان كما قلت لكم قطعته دوائر بحال هكا وغنعمرو من الوسط. المهم كندهن الكريب ديالي كما قلت لكم على هاد الوجه باش الوجه الاخر هو اللي كيجي في الواجهه. كندهنو بهاد لاصوص ديالي وكندير طريفات هكا ديال البنان. تقدروا ديروا اي حاجه هكا، البنان اي فاكهه عندكم، حتى الفريز كيجي. صافي كنرولي على شكل سيجار بهذه الطريقه. المهم صراحه راه كيجي حتى هو زويون في شكل في المناظر. وكنبدلو على الطويه ديال الكريب العاديه. صافي انا ساليت تقريبا الكميه اللي عندي وزينت بالشوكولا هكا من الفوق بهاد لاصوص النيت. درت بها ودرت ليها واحد شويه ديال الكاوكاو هكا مهرمش من الفوق. تقدروا ديروا اللي بغيتو، لوز ايفيلي، شوكولاط فيرميسيل، المهم اللي بغيتو نتوما كديروه في التزيين. وهذا هو الشكل ديال الكريب ديالنا، ها هو موجود. مبقى لي الا نحطو في الطبيله. الصراحه كيجي رائع، كيجي زوين. وتا الوليدات راكم عارفين كيحماقوا على لي كريب. وهنا بديت كنحط الطبيله ديالي. المهم درت عصير ديال الفريز والليمون والبنان وزدت معهم واحد المعلقه ديال المركز الحامض. ضروري كنضيف ديك معلقه مركز الحامض اللي وجدت معكم ودرتو في الفريغو باش كتركز لينا العصير ديالنا اكثر. هذا الكاس ديال الشاف اختي كاس ديال محمود تنحط ليه، عارفه عزيزه لي العصير تنحط ليه كاسو كبير مره. صراحه كيجي شحفان، خاصو كميه كبيره ديال العصير. صافي وهنا وجدت بيتزا. دابا تا قربت بديت كنحط عاد ندخلها للفران. راكم عارفين البيتزا ما كتعطلش. المهم وجدت ليها كلشي موجود على بكري، لاصوص ديالها وشحرت هنا بصيله مع الكفته. صافي وغندخلها للفران وندير لها نخرجها ونحك لها الفرماج من الفوق. انا درت جوج، نتوما عارفين على حساب وحده نفطروا بها وحده هكا تبقى كاع الا بقات تبقى للدراري ياكلوها الغدلين في الصباح. نتوما عارفين الدراري كيحمقوا على البيتزا. صافي غندخلها للفران ونخرجها ندير لها الزيتون والفرماج. هنا كنوجد واحد التحليه ديال الفريز اللي كتجي رائعه. انا درت الفريز مع نص كاس ديال الماء، درتو كيطيب صافي وطحنته على هذا الشكل. من بعد ما طاب غير كيطيب دغيا. صافي دابا غنضيف له نص يطرو د الحليب وغنضيف له فلون ديال الفريز. تقدروا ديروا فلون فاني الا ما تواجدش عندكم ديال الفريز. المهم انا درت فلون ديال الفريز ودرت 3 ديال المعالق سكر سنيده
وبطبيعه الحال السكر كيبقى حسب الذوق. ديروا نتوما السكر يعني اللي كديروا دائما في الفلو. وتقدروا ديروا معاه حتى معلقه ديال المايزينا. المهم انا صراحه محمد ما كيبغيش ليا التحليات اللي فيهم المايزينا هكا ولا لا كريم باتيسير. داكشي علاش قلت ندير غير فلو، راه كافي صافي. ودرتو فوق البوطه، بقيت كنحرك حتى فاض هكا الحليب وغنخوي في الكويسات ديالي هكا ديالي غنقدم فيهم التحليه صافي. ونخليها تشد راسها ونضيفو لها طبقه ثانيه. انا درت الامير كندير له كاسو معانا حتى هو كيبغي يصوم، واياد وغزال كندير لهم في هاد الكويسات صغارين. المهم دابا الطبقه الثانيه خليت الطبقه ديالي الاولى كتجمد، الطبقه الثانيه خديت الفريز قطعته مربعات صغيره وضفت له هنا فلون ديال درهم، فلون ديال الشينوا، واحد المعلقه سكر سنيده ودرته فوق البوطه. كيغلى واحد شويه، ضروري تطلع مع ديك الغليه. ومن بعد ما كيغلى كيبقى هكا طريفات. وضفت مع الفريز كاس ديال الماء، نسيت ما قلتهاش لكم، كاس ديال الماء مع فلون ديال الشينوا، فلون ديال درهم، مع معلقه سكر سنيده. صافي. ونبقى نضيف فوق هاد الطبقه، وضروري تخليوها تجمد يعني تشد راسها صافي. كنبقاو نخويو هاد الفريز هكا فوق الطبقه الثانيه، وكيجي صراحه تحليه كتجي رائعه بمذاق الفريز. دابا الفريز راه موجود، كتجي صراحه زوينه. ديجا شاركتها معكم شحال هذه لعقلته فيديو قديم فيه التحليه ديال عيد الحب. درت تقريبا نفس الطريقه بحال هكا بالفريز، وراه كتجي رائعه. تقدروا ديروها حتى في لي كيك، ديروا هاد الفريز هكا مع الفلون ديال الشينوا وديروها فوق الكيكه كتجي رائعه كي كتكون بارده بطبيعه الحال. وصافي كيجيو هاد الفلون ديالنا على هاد الشكل. صراحه جا الشكل ديالو زويون وكيجي رائع في المذاق. المهم انا وجدته وكناكلوا الفطور الفلون حتى لسحورنا، ماشي في الفطور كنوجدو هكا مع الفطور. يلاه كيجمد وكيبرد وكيشد راسو. المهم صافي دابا فطوري موجود، البيتزا هي خرجتها من الفران صافي طابت كما قلت لكم. الكريب ديالنا واجد، البيضات ديالنا. المهم هذا هو فطورنا. الشوربه ديالنا هي هذه صراحه كتجي زوينه بنينه البنات بنينه. حتى هي راه كتجي حامضه بحال الشكل ديال الحريره، غير كنبدلو. والحوت ديال محمود كيحمق على السردين هكا في الفطور. المهم هذا هو فطورنا، شاركت معكم. نتمنى تاخذوا افكار هكا للبنات المبتدئات، ونتمنى الفيديو ديالي ينال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بلي لايك حتى نتوما وتشجيعاتكم ليا وتعليقاتكم، واللي كتشوف القناه ديالي اول مره تابونا. وشكرا شكرا لاحلى متتبعات، وبسلام عليكم. تلقاو فيديو جديد.